La guerre d'Algérie vient de commencer. Dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre, de nous... جالما ولاية جزائرية تفتخر بماضي ثوري مليء بتضحيات أبنائها الأشاوس قبل وأثناء الثورة التحريرية المباركة، فهي تحصي أزيد من 5000 شهيد. خلال هذه الأخيرة فقط شهداء سجلوا أسماءهم بأحرف من ذهب في قائمة 1,500,000 شهيد، ووثقوا أرض الوطن الطاهرة بدمائهم الزكية، وعضدوا بأجسادهم معبر الجزائر وشعبها إلى الحرية والاستقلال. عقدوا العزم لتحيا الجزائر، وشاهدنا نحن جيل الاستقلال على ثمرة ثورتهم المجيدة. نستذكرهم اليوم في ذكرى يوم الشهيد، إنهم شهداء الجزائر الأبرار. شهيد الوطن طابوش عبد الرحمن بن علي وفرج الله خديجة من مواليد أوت 1932 بجالما، حفظ ما تيسر من كتاب الله على يد والده، وتابع دروس المرحلة الابتدائية بالمدرسة الفرنسية إلى أن تحصل على شهادة التعليم الابتدائي، لينجر بعدها إلى التوجه نحو مركز التكوين المهني ويتخرج منه بشهادة تخصص في الميكانيكا العام، ومنها يلج عالم الشغل لدى المعمر ريفال، انخراطه في صفوف الحركة الوطنية. كصغير من أبناء مدينة جالما عاش عن قرب حوادث 8 مايو الأليمة وما ترتب عنها من آثار نفسية عميقة جعلته يبحث عن متنفس لتلبية رغباته وطموحاته الوطنية، فلم يجد مفرا من الالتحاق بصفوف الحركة الثورية آنذاك، والمتمثلة في حركة انتصار الحريات الديمقراطية، والتي وجد فيها ظلته المنشودة. ما إن حل عام 49 حتى هيكل الشاب طابوش عبد الرحمن في إحدى الخلايا، فالتحق بأقرانه الذين كانوا يشاطرونه نفس الآمال والآلام. عام 1950 كلف بالإشراف على خلية من المناضلين جدد، وباشر الاتصال بقادة الثورة، فكلف أولا بتنفيذ عملية فدائية بمدينة جالما، حيث عمد إلى تفجير قنبلة في وحانة المعمر كروز والكائنة بشارع بوهوب بن الطيب حاليا. في ذات العام وخلال شهر مارس التحق بأعضاء مجلس الناحية الرابعة المنطقة الثالثة الولاية الثانية، نتيجة لخبرته التنظيمية وفراسته في إدارة الشؤون وحسن التسيير. العمليات العسكرية من المعارك التي أسهم فيها الشهيد طابوش عبد الرحمن، وأبدى من خلالها كفاءته القتالية مع رجولته وضربه مثالا في التضحية والشجاعة والفداء إلى حد يعجز عن وصفه القلم واللسان. كمين بوسرة أوت 1956، كمين طريق صدراتا سبتمبر 1956، معركة الفتوح أكتوبر 1956، معركة بوشدرا 20 ماي 1957. الاستشهاد استشهد خلال حصار القوات الفرنسية له مع مجموعة من المجاهدين في جبل دباغ يوم 3 جويلية 1960، أين نقض آخر أنفاسه رحمة الله عليه، مؤمنا أن تحيا الجزائر ويسقط الاستعمار. شهيد الوطن بوعاتي محمود بن موسى وحمودي حمدة فتح عينيه للنور يوم 7 ديسمبر 1933 ببلدية بوعاتي محمود حاليا، خلياني سابقا، شاب كصغير من أقرانه محروما من كل خيرات وطنه الذي كان يعاني ويلات الاستعمار الفرنسي. الالتحاق بالثورة التحريرية. إن مجيء بوعاتي محمود إلى الثورة في هذه الظروف الدقيقة لم يكن من الصدفة العابرة، بل اختيار الثورة ليعبر عن سخطه للنظام المستعمر الفرنسي. تجند بالفترة السلمية على يد المجاهد عيسى بن بولا ضمن مجموعة الجوج في أوائل عام 1955، ليسجل لاحقا أكبر مكسب للثورة.
نشاطه العسكري ومسؤوليته نظرا لما كان يتمتع به من حيوية ونشاط منقطع النظير، فقد أعجب به المسؤول أحمد ميهوب نائب عمار بن عودة قائد الناحية الثالثة، فاصطحبه في جولته التفقدية وعينه على رأس فوج من المجاهدين ليشارك إلى جانبه في الهجومات على قرية الباردة يوم 20 أوت 1955. ولأول مرة يستلم بوعاتي محمود قطع سلاح هي في الأصل بندقية صيد. ساهم بفوجه في عملية الهجوم على حافلة المعمر لاكخوا مرتين متتاليتين، وساهم أيضا إلى جانب فوج مدو شعبان وبودربال الطاهر في كمين عين الصفراء 12 مارس 1956. استشهاده. كان بوعاتي محمود مجاهدا كبيرا من أجل قضية كبيرة، استشهد على أرض الوطن والسلاح بين يديه في شهر أكتوبر 1957 في شعيب العسل مشتة القارصة بلدية جبال الخميسي، بعد أن قام بواجبه بكل محبة وطهارة قلب. شهيدة ملكة بوزيد. ولدت ملكة بوزيد في 13 أكتوبر 1943 بمدينة جانما في دار بومفورة بشارع المسجد محمد العربي بوابيد حاليا. توفيت والدتها عام 1950 وتركت 4 بنات وولدين. كان والدها يمتلك مطعما شعبيا بجوار المسجد العتيق. ابتدت ملكة مدرسة جورج سان وقامت بعملية فدائية جزئية بوضع قنبلة مؤقتة أمام الدرك الفرنسي بجانما. قبض عليها ودخلت السجن رغم صغر سنها، وتلقت تعذيبا شديدا. وبعد سنة من السجن حقت بالثوار في الجبال لتستشهد يوم 13 أكتوبر 1960 في بني مرمي مع 3 من رفاقها. شهيد الوطن. صالح. ولد الشهيد صالح بن عثمان وابن عائشة بوزيلة في 10 أبريل 1930 بدوار بن يدي بلدية هواري بومدين عين حسينية سابقا. بعد أقل من 4 سنوات انتقلت أسرته إلى مشتة بوفار بلدية الفجوج حاليا، أين اشتغل والده كمزارع في ضاعة المعمر رويك. زاول الشهيد دراسته بجامع القرية الكتاب لحفظ ما تيسر من القرآن الكريم، وبإلحاح من قريبي الراحل هواري بومدين انتقل معه إلى مدرسة الكتانية بقسنطينة. استقر الشهيد في مدينة جالما وجعل محله التجاري ظاهريا مصدرا لرزقه، وفي الواقع اتخذه مكانا للالتقاء بالعناصر الوطنية. بعد انطلاق الثورة التحريرية في الفتح من نوفمبر 1954 واصل الشهيد عمله سريا في المدينة للسهر على سلامة المجاهدين، كما عمل على جمع اشتراكات والمؤونة والألبسة والأدوية لتزويد الثورة بها. كما شارك في عملية تهريب كل من الهاشمي هجرس وبن جامع عمار وتابوه زلالي إلى مزرعة بوفار، بالإضافة إلى مشاركته في اجتماع ماي 56 يغزيلية بلاد نوار. التحق الشهيد بجيش التحرير الوطني ناحية طباق، أين عين كرئيس للجنة التشريعية، وذلك في 22 جوان 1956 لإلقاء القبض على رفيقه محمد بالوقت. استشهد رحمة الله عليه سنة 1957. شهيد الوطن. حرش حسن. ولد الشهيد حرش حسن يوم 4 فبراير 1927 بمدينة جالما من أسرة متواضعة. درس في المدارس الفرنسية ثم انقطع على ذلك بعد أن بلغ مستوى التعليم الإكمالي ليجبر على الالتحاق بالحياة العملية لتحسين المستوى المعيشي لأسرته. كصغير من أقرانه توجه حرش حسن لممارسة النشاط الرياضي، فمارس الجيدو ثم التربية البدنية وأخيرا كرة القدم ضمن الفريق الدرجة الرياضي الإسلامي الجامي، الذي كان ظاهره نادي رياضي وفي الحقيقة هو نادي للنشاط السياسي مع كوكبة من المناضلين أمثال سويدان بوجمعة وعلي عبدة وآخرين. ففي صفوف حركة انتصار الحرية الديمقراطية مكرسا وقته وجهده لتوعية وتعبئة الصفوف، ثم ينخرط في المنظمة العسكرية السرية. 1950 يطلق سراحه من السجن ليرجع إلى مسقط رأسه ويواصل نشاطه من أجل تثبيت ركائن العمل المسلح.
حتى تاريخ الأسبوع الأول من شهر نوفمبر 1954 ليقبض عليه بتهمة المشاركة في العملية التفجيرية، وينتقل إلى سجن شليف حيث يطلق قرابة 5 سنوات. وفي عام 1959 يطلق سراحه ويعود إلى مسقط رأسه بغانا، وهذه المرة يلتحق بجبالها معقل الثوار ومسرح للعديد من العمليات العسكرية التي شارك فيها. استشهاده: سقط في ساحة الشرق صبيحة يوم 8 مارس 1960 بالحجار قرب مدينة عنابة، وقطعة سلاحه في يده بعد أن أبلى بلاء حسنا. شهيد الوطن: الطاهر دحمون. ولد الطاهر دحمون سنة 1928 مرمورة ببلدية بودحمان. تعلم القرآن الكريم صغير عن ابن عمه زيدان الذي درس بالأزهر الشريف والمغرب. انخرط في الحركة الوطنية منذ الأربعينيات. أرسل إلى فرنسا منذ عام 1948 في إطار الحركة الوطنية، ورجع إلى الجزائر سنة 1954. ثم دخل إلى السجن عزابة سنة 1955 عين مسؤول فوج، وخاض عشرات المعارك، ومن أشهرها البطوم قرب الباخ والمشاركة في معركة أم الليل التي دامت 9 أيام، ومعركة مرمورة. واستشهاده كان بفجر يوم 29 ماي 1958 بمعركة مرمورة رحمه الله.